صراع الروح والجسد، اعمل ايه؟ مين اللي هيغلب؟ انا جسمي جسد الخطيه ساكنه فيا، هبطل خطيه ولا مش هبطل؟ طب انا هفضل في اللوب بتاعت ان انا اتوب وارجع اقع واتوب وارجع اقع. ايه حسم الصراع ده يا اسيس؟ الحقيقة شير ده مش صراع جيلك انت لوحدك، ده صراع الأجيال. كل الأجيال كل ما بنبدأ حياتنا الروحية يبدأ الصراع ده. فوجود الصراع ده حاجة صحية أولا، فعلامة الحمد إن لله. أنا دخلت الحياة إن بدأ يكون عندي صراع. لما بنعرف الرب إحنا بيسكن فينا الروح القدس، باخد طبيعة روحية، مم. طبيعة إلهية، ويفضل جوايا الطبيعة الجسدية اللي فيا، الطبيعة الساقطة بنسميها. مم. ده الخناقة بقى ما بين الطبيعة الجديدة والطبيعة القديمة، مين اللي يكسب فيها؟ الصراع بين الروح والجسد محسوم بتغذية أحدهما. الصراع ده مين اللي هيكسبه؟ حسب اللي أنا بأكله. مش معنى إني أنا انتقلت للحياة إنه أنا خلاص بطلت خطية، ومش معنى إن أنا بعمل خطية بعد الإيمان إن أنا هفقد حياتي الأبدية. دي حاجة مهمة قوي. لما بنبقى نتولد في بيوت، انا بقيت جوه البيت، بس البيت ده ليه نظام، ليه قوانين، فانا بكبر وبتربى على قوانين. انا مرات بنجح فيها، مرات بفشل فيها. انا جوه البيت في حالة الصراع. كل مؤمن فينا عنده 3 اعداء رئيسيين، عدوين براه وعدو جواه. الاعداء اللي براه العالم وابليس. ابليس هو العدو الكبير بتاعنا. المؤمن ما عندوش اعداء من الناس، ما عندناش اعداء من البشر، كل البشر حبايبنا. بجد؟ ده حقيقي. ما عنديش عدو بشري على الاطلاق. حتى لما المسيح قال احبوا اعدائكم، اللي هو استعداني، اللي عنده مشكله معايا، مش انا استعديته. فابليس هو العدو الروحي بتاعنا الاساسي، اللي عايز يبوظ حياتنا ويفقدنا سلامنا ووقعنا في الخطيه. العدو التاني الخارجي اسمه العالم. والعالم مش معناها الناس برضو، ولا معناها المخلوقات، ولا معناها الشوارع والمباني مش معناها كده، لكن معناها نظام العالم. في الكتاب المقدس فيه 5 كلمات اسمهم العالم. بس احنا المقصود بالعدو بتاعنا هو النظام بتاع العالم، طريقة العالم، ازاي مبادئ العالم اللي ضد الله دايما، ضد القداسة وضد الاستقامة وضد الغفران وضد المحبة. العالم ماشي بالطريقة دي. العدو اللي جوانا اسمه الجسد، وده اللي احنا بنتكلم عليه. فانا في صراع مع الجسد. المسيح عمل ايه مع ابليس؟ في كلوس 2:15 يقول كده: جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. يعني ايه؟ يعني ده عدو مغلوب، فما يقعدش يلعبني بقى وانا كل ما اعمل الشيطان شاطر. اكيد تسمع عن القديس اغسطينوس، طبعا. كان شرير جدا جدا جدا. فبيقول كده في مذكراته الشخصيه: انا لما كنت في الشر علمت الشيطان خطايا ما كانش يعرفها. عشان ما نقعدش كل شويه ابليس شاطر. ابليس عدو مهزوم. العدو الداخلي بقى اللي هو جسد الخطيه، الطبيعه اللي ساكنه جوايا. آباء الكنيسة شبهوا الصراع ده بالظبط زي الصراع ما بين النسر والخنزير. يعني النسر والخنزير، لما روح الله سكن فيا وبقيت ابن لله، بقى جوايا نسر بيحب يطير فوق بتاع السماويات، يحب يبقى دايما في المرتفعات، بمعنى ان انا ليا طبيعة روحية. بس انا في خنزير جوايا اللي هو اسمه الايه؟ الجسد، الطبيعة اللي فيا. وللأسف النسر مخالبه في الخنزير، فطول الوقت طاير وفي ايه؟ الخنزير في المخالب بتاعته. فاحنا ماشيين سكتنا مع ربنا لغايه ما نروح السما، والخنزير ده ماسكين فيه. الحسم يحصل ازاي بقى؟ لو اكلت النسر يعمل ايه؟ يبقى قوي ويطير. ولو اكلت النسر الخنزير يعمل له ايه؟ لوحده هيبقى خفيف مش هيبقى ليه وزن، هيطير هو. فيطير معايا. برافو. لكن لو اكلت الخنزير ايه اللي هيحصل؟ يتخنق يربرب، والنسر يا عيني مش عارف يطير. عشان كده الصراع ده يتحسم بان انا اكل النسر باستمرار. في نقطة مهمة في حكاية الجسد. ايه هو الجسد ده؟ كأنه كده حاجة هلامية انا بتكلم عنها. الجسد ده مش هو الجسم البشري بتاعي. في كلمتين في اليوناني نقدر نفهم منهم الجسد بالمعنى الشر يعني، والجسد اللي هو اللحم والدم. في كلمة اسمها ساركس وكلمة اسمها سوما. كل مرة بيتكلم سلبيا عن فكرة الجسد يستخدم كلمة ساركس. الساركس بيقصد بيه ايه؟ الطبيعة اللي فيا الساقطة. لكن لما بيتكلم عن الجسد اللحم والدم بيستخدم كلمة سوما. فالجسد ده في حد ذاته مقدس، حلو،
ده عطية إلهية. فإحنا بنخدم بالجسد، يعني إيه؟ بروح الخدمة برجليا، برنم ببقي، بسمع بوداني، بساعد حد بإيديا. فالجسد ده حلو، ده أصونه وأربيه واخد بالي منه. أما المشكلة بقى مع الساركس، الطبيعة الساقطة فيا. طبعا بولس مش بيفصلهم قوي كده، هو بيتكلم عن الكلمتين، لكن في الغالب كلمة ساركس في الغالب بتيجي على الحكاية دي. طيب الساركس دي تترجم إيه أو تيجي معناها إيه؟ جسد الخطية. كل ما تقرأ في الكتاب المقدس جسد الخطية أو الإنسان العتيق أو الخطية الساكنة فيا، ده معناها الطبيعة بتاعتي الساقطة اللي أنا طول النهار بعمل إيه؟ بتخانق فيها. الجسد ده لو الطبيعة الساقطة ليها 3 حاجات: مشيئة، شهوات، أعمال. يعني عندي جسد جوايا كلنا عارفينه، عنده مشيئة، يعني عنده أفكار طول النهار يقول اعمل كذا، روح كذا، اعمل كذا، كل حاجة ضد مشيئة الله. وعنده شهوات، رغبة جامحة جوايا. بالمناسبة يعني ربنا حط فينا الغرائز الطبيعية. المشكلة لما تتحول الرغبات إلى شهوات، لما أنا أشبع رغباتي أو أشبع الغرائز بتاعتي بطريقة غلط. في حاجة صغيرة أقولها عشان نقول حاجة كده مهمة، اللي هي إيه؟ بصراحة المفروض لما أعرف الرب أي غريزة عندي تموت، فما أخشش في الصراع ده. يعني إيه؟ مثلا غريزة حب الذات، حبها خلاص، فما أخشش في الصراع ده. عرفت الرب، تموت عندي حب الذات؟ لا، مش هيموت. طيب الغريزة الجنسية، يعني ايه وماله؟ لما اعرف الرب الغريزه الجنسيه تتوقف، فما اخشش بقى في البهدله اللي بينه وبين الحياه الجنسيه. هل الرب عايز ده توقف؟ لا. ليه؟ لان كل ده الله ليه مشيئه، انه الغريزه الجنسيه لها وظيفه ربنا عايزنا نعيشها بطريقه مظبوطه. الذات ربنا عايزنا نحقق ذات بس بطريقه مظبوطه. المشكله ان الغرايز دي وانا قبل الايمان اللي بيديرها ابليس، حياتي الشخصيه، هتفضل نفس الغرايز معايا بس المدير مختلف. وده الفرق بين قبل الإيمان وبعد الإيمان. أنا نفس الشخص، نفس الغرايز جوايا، بس المدير مختلف والنصرة جوايا. أنا بقيت بعيش حياتي بطريقة بحسب مشيئة الله. تحفة يا أسيس، فعلا حاجة من الحاجات المفتاحية اللي جيلنا محتاج يحسم فيها فكره، من ناحية اني تحت أسر الخطية وتحت أسر فكرة وجملة ان انا الخطية ساكنة فيا. انا هفضل طول حياتي أصارع مع الخطية، وربنا عايزني مثلا أبقى في اللوب بتاعت ان انا أتوب وارجع أقع والهايز اند لوز. لكن لازم تتغير في الذهن عندنا فكرة ان انا مش تحت إدارة الخطية anymore، أنا مش تحت إدارة جسدي anymore. أنا أعيش بالروح وفي الروح، وجوه الحياة دي يكون أنا ليا بر وليا نصرة.